المسابقة التي تبثها لكم عن هذا البرنامج الذي يبثه لكم شبكة سلام الإعلامية، برنامج قضية ورأي. هذا البرنامج الذي نسعد دائما باستقبال مداخلاتكم عبر الرقم الظاهر أمامكم في الشاشة في كل وقت وحين. دعونا وإياكم قبل أن ندخل في صلب هذا الموضوع نرحب بمن يصحبني في هذا البرنامج، الأستاذ عبد الرحمن والأستاذ عمار. أهلا وسهلا بك عمار. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الأخ أنس والأخ عبد الرحمن معنا في هذا اليوم بعد زي ما قلت انقطاع طويل. نقول لكم الحمد لله على السلامة. حياك الله يا عبد الرحمن. حياك الله الزميل الغالي أنس. الموسم الماضي كنت في هذا المكان وفي هذه الطاولة. اليوم أنت في مكان التقديم. صلى الله تعالى أن يشرح صدورنا ويسر أمورنا ويحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. مشاهدينا الكرام، اشتقنا لكم في هذا البرنامج الجميل الذي هو امتداد للموسم الأول للبرنامج قضية ورأي، وللمسابقة الرمضانية، وأيضا هذا الموسم الثاني، وأيضا بقية البرامج التي تتعلق بأمر الشباب والتي هي من وإلى الشباب. فأهلا وسهلا بكم. طيب، لماذا نخاف من البداية؟ هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. خلونا نكون أكثر واقعية. كم هناك فكرة بقيت في مكانها وتأخر وقت التنفيذ فيها، وسبب هذا كله تلقى أنه الإنسان خايف من أنه يبدأ، خايف مثلا أنه إذا بدأ كلام الناس ما يوقف، خايف أنه إذا بدأ يفشل، خايف أنه إذا بدأ لا يتحمل أي عواقب تأتي بعد هذه البداية. هذا موضوع يخص الشباب ويخص العالم بأسره، ولكن خصصناه في حلقة شبابية ونطرح في هذا الموضوع مع الشباب الغاليين عشان ناخذ وجهات النظر كذا ونستفيد من بعضنا لبعض. ولا شك بأن احنا ما نستغني عن المداخلات الهاتفية عبر الرقم الظاهر أمامكم في الشاشة في أي نقطة سنطرحها. خلينا أدخل إلى صلب الموضوع معك عبد الرحمن وأدخل معك بالسؤال المحير دائما. نعم. لماذا يخاف الإنسان من البداية رغم المعرفة التامة بأهمية الخطوة الأولى؟ طيب، جميل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضوع قبل أن تتحدث عنه لابد أنك كذا تأخذ لك تنهيدة طويلة جدا، تروق المنقى وتأخذ الموضوع من كامل أبعاده. نعم. لأنه هذا الموضوع تحديدا هو آفة هذا العصر. للأسف نحن ابتلينا في هذا الزمن بسرعة وسهولة الحصول على المعلومة، وهذا الأمر تحديدا له سلبية. خلينا نحط الإيجابيات على الجنب. له سلبية كبيرة جدا، ألا وهو تقدر تسميها أو يسمونها الخبراء رفاهية المعلومات، أو سهولة الحصول على المعلومات، أو وفرة المعلومات. أول عشان توصل للمعلومة تحتاج أنك تسافر من الحجاز إلى بغداد، من الحجاز إلى الشام عشان تأخذ معلومة. تخيل البخاري سافر 20 سنة، سافر ما يقارب آلاف الكيلومترات عشان يجمع لك 5000 حديث أو 6000 حديث صحيح. اليوم لا، اليوم أنت بضغط زر شات جي بي تي، جيميناي، أنت تأخذ المعلومة. أنا ليش قدمت هذه المقدمة؟ لأن هي سبب هذه المشكلة، هي سبب الرهبة التي تحصل لكثير من الناس أو الكثير من الشباب في مسألة كيف أبدأ، كيف أطبق هذه الفكرة اللي في بالي على أمر الواقع. تشعر أن الشاب عندما يحاول أن يبدأ أي فكرة، لأنه ليش أنا أقول لك سهولة أفكار سببت عقدة للشباب؟ لأنه الشاب في باله 1000 فكرة، فبالتالي ما يعرف يبدأ من أي فكرة. يقول يا أخي هذه الفكرة هي الصحيحة، لا طب ممكن يقال لي هذه الفكرة هي الصحيحة. ثم في تشتت واضح في أذهان الشباب. هذا التشتت تحديدا هو قيد. الأمر الثاني هو الخوف، والخوف هنا له أكثر من نوع. أنا خلينا نفصلها في 3 أنواع. في خوف من الفشل. أول قيد يصيبك عقل الإنسان متأقلم على منطقة الراحة أكثر من منطقة التعب، فبالتالي الراحة في البداية هي أنك تخاف من الفشل، فبالتالي أنك تبعد عنه. هذا منطقة ألم.
وبالتالي يبتعد عنه. الخوف الثاني الخوف من عدم الكمال، وهي يسمونها عقدة الكمال، الكثير يسمع عنها. معلش النقطة الأولى إيش الخوف إيش؟ الخوف من الفشل. الخوف أول من الفشل. قيد، أنت الحين لما خلينا نقول يا أخي والله أنا ودي أبدأ مشروع، عقلك يا أنس وعقلك يا عمار أول فكرة يعني يصبها في ذهنك هي طيب ماذا لو فشل هذا المشروع؟ أول فكرة ما تيجي في بالك، أول فكرة ماذا لو نجح هذا المشروع، أنا إيش راح أسوي؟ لكن أول فكرة إيش؟ ماذا لو فشل؟ أنا إيش حخسر؟ هذه أول فكرة مباشرة. الفكرة الثانية اللي يسربها إلى عقلك إيش؟ أنت طب يا أخي لسه باقي، ما يعني أنت تبغى تبغى تفتح مشروع، طب يا أخي أنت ما عندك شركة، أنت ما عندك رأس مال، على طول يبدأ يعطيك الأشياء الناقصة، ما يعطيك عقلك الأشياء اللي أنت فيك. ما يقول لك ان انت عندك عقل، ما يقول ان انت عندك ادوات، ما يقول ان انت عندك انت بصحه، يعني انت يكفيك انك انت صحيح معافى تقدر تفكر، ما يعطيك هذه الافكار، على طول يعطيك الافكار ايش؟ السلبيه. المنطقه الثالثه او منطقه الخوف الثالثه هي الخوف من التغيير. تسمعون بكلمه الكومفورت زون، منطقه الراحه، الانسان يحب هذه المنطقه، يحب ينام فيها، يحب يعني يجلس فيها. هذه المنطقه تحديدا اول ما تتسرب الى عقلك فكره جديده مباشره يجيك يا اخي لا يا اخي انا الحين عشان انا ابدا هذا المشروع بضطر اني انا اغير جلستي، اضطر اغير اوقاتي، اضطر اغير وقت نومي، اضطر اغير لا يا اخي خليني انا روتيني. هذا عقلك، وبالتالي هذه كلها قيود عقلك يتحكم بك، فبالتالي انت تخاف من البدايه. انت لابد تعرف هذه الامور حتى لما تبدا في اي خطوه تكون في ذهنك وفي بالك. يعني البدايات، كل البدايات يعني بداية بالأمور الدينية وانتهاء بالأمور الدنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ هذا الدين بدأه بكلمة يعني الله جل قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، ثم انتشر هذا الدين إلى أن وصل الآن 2 مليار مسلم. هذه البدايات ما إيش تحتاج؟ هل تحتاج إلى قرآن مكتمل؟ القرآن نزل في 23 سنة. هل تحتاج إلى الصحابة إلى آخر يوم من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يسلمون يوما بعد يوم. البداية تحتاج شيء واحد فقط، تحتاج شجاعة فقط، بعد توكل على الله. طيب أفهم من كلامك هذا عبد الرحمن بأنه من يعني من لم يدخل بالشجاعة الكاملة فمعنى أن هذا عنده مشكلة. نعم. يعني الإنسان مثلا الآن إذا دخل في مشروع معين، خلينا نفترض الآن، والإنسان هذا كان دقيق، مثلا نسبة نجاح هذا المشروع فلنفترض 90%. نعم. إذا نظر الآن إلى 10% والمشاكل اللي قد تأتي من خلف هذا المشروع في 10%، هل أنت تنظر بأن هذه دخلة ليست يعني من الحكمة؟ نعم. الآن أنا كيف؟ أنا قاعد أنظر في 10%، أنا عندي مخاطر مثلا في مشروع معين 10%، نعم. ما أبغى أبدأ به، أنا عندي ضمان المشروع هذا 90% ببدأ وأنه ناجح، جميل. ولكن في 10% أنا خايف منها. إيه. الإنسان يوم يبدأ يحل مشكلة 10% إيه. ويترك 90، هل في هذا مشكلة؟ نعم، مشكلة كبيرة جدا، وهذه هي المشكلة أصلا. خلينا ننطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة قال له عندي جمل فهل أعقلها أم أتوكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له إيش؟ اعقلها وتوكل. كل أمورنا في هذه الحياة هي 50-50، هي ما بين التوكل على الله والعمل 50-50 100%، يعني ما فيها 30-40، هي 50-50. النبي صلى الله عليه وسلم اقتصرها لك، اعقلها وتوكل. أنا الحين لما أجي أشوف أدخل في مشروع أقول يا أخي والله في عندي هذه المشكلة وعندي هذه المشكلة، أنا عارف هذه المشاكل، ولكن أنت ما تشوف إيش المشاكل الموجودة، أنت تشوف وش آخر حدك. أنت الماكسيموم حقك يا أنس أنك أنت تؤدي 1 2 3، الماكسيموم حق غيرك يؤدي 1 2 3 4، الماكسيموم حق غيرك كل شخص عنده إيش؟ عنده مينيموم وماكسيموم. يعني كيف أقول لك عنده مينيموم وماكسيموم؟ يعني أنا عندي الأشياء اللي أنا أقدر أسويها. طيب يا أخي أنت يا أبو صقر ما عندك رأس مال تفتح فيه شركة، هل بالنسبة لك هذه مشكلة؟ هل بالنسبة لك هذه تعتبر مشكلة تعيقك في هذا المشروع؟ لا، ليش؟ لأن أنت هذا الشيء ما هو في يدك. هنا نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. والعكس صحيح، ما أجي أقول والله يا النبي صلى الله عليه وسلم أو الدين بشكل عام يأمر بالتوكل فأنا بس دعها في البيت إلى ما يجيني خير. لا، ليش؟ لأنك أنت عندك هنا أشياء أنت تقدر تسويها أنت فرطت فيها. فهي أنت لما تنطلق من منطلق اعقلها وتوكل أنت حتعرف إيش الأشياء اللي تقدر تسويها وتنتهي، وإيش الأشياء اللي أنت ما تقدر تسويها. هنا لابد تعلق قلبك بالله عز وجل وتعلق أمرك إلى الله، وسوف تأتي بنفسها بإذن الله. طيب خليني أرجع لك يا عمار. عبد الرحمن في كلامه ذكر
الخوف من الفشل. إيه. هذه واحدة من مخاوف الناس في اتخاذ الخطوة الأولى. فأنا أسألك يا عمار، هل الخوف من الفشل هو، يعني خليني أقول لك، هو السبب الرئيسي أو الأول؟ والله شوف، أول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الخوف، هل هو الفشل؟ هل الخوف هل هو السبب الرئيسي للفشل؟ والله شوف، من أكبر أسباب الفشل الخوف. يعني أنت لو تخاف من الفشل نفسه أصلا بتفشل. دائما يقول لك أنت كيف تدخل أو كيف تبدأ المشوار به تقدر تكمل. يعني في ناس يجي تقول لك أنا بقدر أكمل، عندي مثلا السعة الفلانية، حقدر أكمل إلى حاجة فلانية. صدقني بيوصل لحاجة فلانية ما بيقدر يكمل. خلاص أنت على ما خططت عليه. أنت لو مخطط قلت خلاص أنا راح أوصل آخر الطريق وراح أكون على قد كلامي وراح أوصل إن شاء الله لكل شيء، الخوف ذا حطه على جنب. خلاص توكل على الله وانطلق، وبإذن الله توصل لآخر نقطة. ودائما الخوف هنا زي ما قال عبد الرحمن طبعا عرج على النقاط هذه، نقاط الخوف فما يحتاج نرجع لها. فزي ما قال هي نقاط خوف من الفشل، ومنطقة الراحة، هذا الجلوس في منطقة الراحة. عندنا أيضا الخوف من فقدان الصورة الذاتية. تيجي تقول لك أنا أخاف مثلا إذا سويت حاجة أو إني إذا شقيت طريقي الصورة الذاتية لي أنا تخرب أو يصير فيها شيء أو كيف هذه ما تكتمل. هذه يا طويل العمر والسلامة. زي ما يقول لك أنا إذا فشلت بتهتز مكانتي في المجتمع، بتتغير عن نظرتي عند الناس، الناس بتطالع فيا بمفهوم ثاني، تقول أنت فاشل، أنت ما منك وما منك، فاهم؟ فكلام الناس بيأثر عليه. هذا أكثر الناس اللي يعني تبدأ مشاريع تيجي بتطالع في كلام الناس أو بتسمع كلام الناس، ويهمها كلام الناس صراحة. في أي مشروع بيهمك كلام الناس، في النهاية أنت صاحب القرار وصاحب الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع. فقبل ما قلنا الخوف له أشكال وأنواع، طبعا ما يحتاج نعرج عليها مرة ثانية. فهذه الأشكال والأنواع موجودة عند كل إنسان، بس أنت هل أنت قد الخوف هذا؟ وأنت عندك الشجاعة الكافية أنك تحارب مخاوفك، تحارب كل شيء عندك، ولا بتقعد في مناطق الأمان وفي مناطق الراحة ما تحاول أو ما توصل لمناطق الخوف، تكسر الخوف نفسه؟ هذا ما طيب. عندنا والله أعلم. طيب انت فتحت باب كبير جدا صراحه. خليني اسال فيك يا عبد الرحمن. اي هذا باب. الان الانسان بدا في المشروع وانطلق بالشجاعه كما تقولون، مع اني انا اختلف معكم يعني في انه في وجهه نظري طبعا هو كلام يؤخذ ويرد. ولكن انا اشوف بانه من ينظر الى حتى لو كان نسبه المشروع 99% وفيه يعني 1% من المخاطر، وينظر ل 1% ويعالجها قبل ان يبدا ب 99، انا ما اشوف صراحه. انا اشوف انه قرار حكيم. هي وجهه نظر ولكن سنعود نتناقش فيها. جميل. ولكن خلني انا ادخل في موضوع عمار، وهو فتح بوابه جدا جميله، وهي طويل العمر. الان افترض ان الانسان هذا دخل، نعم، واخذ الخطوه الاولى وواصل واستعان بالله واخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، واخذ بكلام عمار الخوف من الفشل هو الفشل، وسمع الكلام هذا واستعان بالله وتوكل. جميل. وصل إلى منعطف حاد. وش المنعطف؟ منعطف حاد. الخطوة الأولى هذه صارت خطوة فاشلة بالنسبة له. جميل. كيف يسلم الإنسان هذا من كلام الناس؟ يقول لك يا أخي أنا أخذت هذه الخطوة كاملة. جميل. كلام الناس الآن أنت تعرف يعني موضوع كلام الناس، لو خلينا نرجع لموضوع كلام الناس، ترى ما في أحد سلم منه. إذا كان موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل، قال له يا رب كف ألسنة الناس عني. صحيح. فقال له يا موسى هذا شيء ما كتبته على نفسي. هذا يدلك على ان حتى الانبياء ترى يعني ياتيهم الاذى ترى من كلام الناس والسنتهم. فانا اخذت الخطوه هذه واستعنت بالله متوكلا، ووصلت الى منعطف حاد، فشلت في الخطوه الاولى هذه. كيف انا اسلم الان من كلام الناس وما مدى تاثيره؟ خايف ياتيني خطوه اولى من جديد في مشروع اخر واتراجع خوفا من الحدث. فايش ايش 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 النظره عبد الرحمن تشوف في هذا الموضوع؟ والله ابو صقر، اولا اعجبني صراحه طرح السؤال تحديدا. نقطه الانبياء ما سلموا
من هذه المشكلة. نعم. يعني ذكر قول الله تعالى ولقد نعلم أنك ليضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله عز وجل يواسي نبيه يقول لقد أنا يعني أعلم أن صدرك يضيق بما يقوله عنك قومك. محمد شاعر كذاب وإلى آخره. فإذا الأنبياء اللي هم أطهر الخلق ويعني أصفاهم تأثروا بالكلام فما بالك نحن. فقولا واحدا الجميع يتأثر بالكلام لا شك. ومن لا يتأثر فلم يخالط ولم يعمل. أنت إذا ما تبغى تتأثر بكلام أنت حتجلس في البيت ولن تسلم. اللي يجلس في البيت راح اللي يغلق أذانه راح يسمع كلام الناس. اللي يخرج ويخالط الناس راح يتأثر بكلام الناس. صحيح. احنا عشان نلخص هذه المشكلة ومن دون يعني إطالة في الكلام، كلام الناس يندرج تحت 3 أسئلة. أول سؤال يجي في ذهن الإنسان: ماذا سيقولون عني؟ السؤال الثاني يقول: ماذا لو فشلت؟ السؤال الثالث: هل سيتقبلون اختياري؟ وهذه 3 أسئلة تندرج يعني تحتها أسئلة كثيرة جدا. أول سؤال: ماذا سيقولون عني؟ ذهن الإنسان يتبادر إليه دائما الأسئلة السلبية كما ذكرنا في النقطة الأولى. عندما نفهم هذه الأسئلة التي قد يعني يتعرض لها الإنسان مباشرة، لابد أنه يعني يفكر بطريقة أن لا يضخم آراءهم وأن لا يربط النتائج التي يريد أن يصل إليها برضاهم. يعني النقطة الأولى قلنا لا يضخم آراءهم، يعني هو رأي وكل يأخذ. يعني احنا الآن في هذه الحلقة واحنا ما شاء الله معدين مع بعض، أنت يا أبو صقر اختلفت معي، وعمار اختلف معي، وأنا اختلفت مع أنس، وأنا أختلف مع المخرج. طبيعي الاختلاف طبيعي. ليش؟ لأن الله عز وجل ما خلق لنا عقل واحد كلنا احنا نتشارك فيه. ولو وجد عقل واحد 2 يفكرون فيه، ايش يقول لك الخبراء النفسيين؟ يقول لو وجد على هذه البسيطة على وجه الأرض شخصان متشابهان في كل شيء، معناته في واحد زائد بينهم، لازم واحد يموت. يقول لك يعني هم طبعا صيغة مبالغة، لكن يقول يا أخي ليش؟ لأنه هذا الكون هو كون تكاملي، ما هو كون يعني نزل أو قائم على شخص واحد. فأنت يا أبو صقر تكملني وأنا أكملك، فبالتالي اختلاف الآراء طبيعي جدا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لا تربط أهدافك بالرضا، لأن الرضا شيء إيش؟ نسبي، شيء متقلب. أنا اليوم راضي عنك، يقولون عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي. أنا اليوم أحبك يا أبو صقر، أنت لو تكب المويه أنا بقول يا أخي بالغلط. ولو أنا اليوم ماني بحاس إن أنا أبي أطيقك، لو تعطيني المويه بقول يا أخي شوف يعني قاعد يحاول يعني إيش قدام الشاشة يحاول. ليش؟ لأني أنا رضاي وهو متقلب المزاج والمزاج متقلب، فبالتالي لا تربط أهدافك برضا الآخرين، لأنه رضا الناس غاية لا تدرك. النقطة الثالثة: الخوف من الانتقاد. وهذه الإشكالية، اللي يخاف إنه ينقال له لا أو يخاف إنه ينتقد، هذا أكبر إنسان لن يبدأ في حياته. ليش؟ لأن الانتقاد من طبيعة البشر، فأنت لا تخاف من الانتقاد، أنت احمي نفسك من الانتقاد، لأنك إذا خفت من الانتقاد وسمعت نقد بيجيك أنت مباشرة راح تتأثر. ونذكر الجميع بأن الناس في كل الأحوال سيتكلمون. أنا ما أحفظ البيت اللي يقولك، لكن بشكل عام يمكن تحفظونه عني. يقول لك: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بسمت فقالوا ألا عبست فقالوا ألا تبتسم. يعني الأبيات لا تحضرني حاليا، لكن مفادها أنه إذا أنت ابتسمت قالوا يا أخي أنت يعني احترم يا أخي، خلي عندك هيبة. وإذا ابتسمت وإذا عبست قالوا يا أخي ابتسم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتسم. وإذا تكلمت قالوا كثير الكلام. وإذا سكت قالوا يعني ساكت ما يبدي وجهة نظره. فالناس في كل الأحوال سيتكلمون، فبالتالي أنت لابد أنك تضع كل أحد في موضعه. وإذا رأيت شخص وخفت من انتقاده ومن كلامه وعظم في نفسك، فتذكر من ذكر عظمة الله عز وجل فيصغر الشخص هذا أمامك. وإذا احتقرت إنسان تذكر نفسك، تذكر أنك يعني عبد، فبالتالي هذا الشخص يعني لابد أن تعيد كل الذين أمامك
الى حجمهم الطبيعي حتى لا تتاثر، وحتى ايضا لا تعتزل الناس. واخيرا معلش انا طولت في هذه النقطه، لكن لابد انك انت تسمع النصيحه. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه، قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لابد انك تسمع النصيحه، انت ما تقدر تعيش لوحدك، ولكن من دون ما هذه النصائح تؤثر على قراراتك الشخصيه، لانك انت اللي راح تتحمل مسؤوليتها. أضيف في نقطة كلام الناس، في قاعدة كنت أقولها: الإنسان لابد يكون عنده درع نفسي. أنت لو تلاحظ، لو ترجع مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، اتهموه بأشياء كثيرة. نعم. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه يعني في مجلس أبو جهل وإلى آخره، كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل له هذا الشيء، بأنها راحوا يوم سمعوا الكلام ما عجبهم فقالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه مدري إيش، وناهيك عن الله عز وجل وقالوا عنه. فخلينا ناخذ الآن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده درع يعني نفسي، يعني يصد هذه الضربات اللي تأتي من الناس. نعم. ما كان يعني الدرع اللي كان موجود عنده، الدرع النفسي، ما كان قام هذا الدين. أي. فهو لا، خلاص عنده هدف بأني أنا بأوصل هذا الدين، وبلا شك أنا عندي مشروع واضح وخطيت فيه الخطوات الأولى والثانية والثالثة. من الطبيعي أن يأتي كلام من هنا، كلام من هنا، ولكن أنا صاحب مشروع كبير، عندي هدف أمامي أبغى أحققه. فهذه الأشياء ما حتعطل علي الطريق أبدا. فحتى لو أنه أنت ماشي في طريقك ووقفت في منعطف حاد وأتاك كلام الناس، لا يعني هذا أن إيش؟ أن هذه النهاية. لا، بالعكس، أنت تحط لنفسك درع نفسي واصل السير، بتجيك الضربات. ولكن إذا أنت كنت بتتعطل على كل كلام يأتيك، يعني العالم والله لن تتوقف. شو اسمه، سويت شيء قالوا ليش سويت، ما سويته قالوا ليش ما سويت. فالكلام لن يتوقف، لن تسلم نهائيا. يا سلام. فلذلك وضع درع وحماية نفسية لذاتك ترى يسهل لك الطريق. المهم أنا حبيت بس أضيف هذا الشيء. خليني أرجع لك عمار، وموضوع جدا أو هذه النقطة جدا مهمة. خليني أقول لك، مع دخول السوشيال ميديا وكثرة يعني العالم الآن صارت تجلس في البيت أنت، فتفتح الجوال كل واحد يبدأ يعطيك قصته بالكمال. جميل. فمثلا الآن واحد لقى وظيفة، جميل، ممكن انه يوريك انه يعني قد ايش عانى الى ما وصل الى هذه الوظيفة. واحد شرى سيارة، ما يوريك كم جمع وحرم نفسه من اشياء خلال 3-4 سنوات عشان يشتري هذه. هو يصور لك اللقطة الأخيرة فيظهر لك كمان بأنه الشيء هذا جاي كامل مكمل. ومع ظل تواجد هذه الأشياء أصبح خلاص ينغرس ترى داخل كل إنسان، أنا أبغى شيء مكمل بشيء. فهمت علي؟ فأبغى كل شيء مكمل، ما أبغى شيء ناقص. السؤال هنا يا عمار، هل السعي خلف هذا الكمال حلو يجعلنا نؤجل البداية؟ كيف يعني؟ يعني أنا الآن ما أبغى أبدأ الشيء لأنه ما جاني كامل، ما أبغى أخذ أجمع المكعبات عشان يكتمل المشروع، لا، أبغاه كامل عشان أبدأ. هل هذا هو السبب الرئيسي في تأخرنا في اتخاذ الخطوة الأولى؟ هو إذا قلت سبب رئيسي فهي مع الخوف. سبب رئيسي. نعم، سبب رئيسي ومن أكبر الأسباب مع الخوف بالضبط. الخوف أو ادعاء الكمال أو انتظار الكمال هم من أخطر الأسباب في الفشل أو في السقوط أصلا من الأساس، إنك ما تبدأ. ثانيا الكمال لله عز وجل. يعني أنت خلقت ناقص وبتكبر ناقص وبتموت ناقص، ما عندك شيء كامل، عندك عيوب إلى شعر راسك. فدائما وثانيا شعور انك تبغى تصير كامل او البحث عن الكمال شعور مزيف، ما هو بحقيقي. ما حد يوصل لهذه المرحلة وهذه النقطة. ثالثا بحث عن الكمال. يا اخي انت ليش تبحث عن الكمال؟ انت ابدأ، انطلق في الخطوة ذي وربك سبحان الله بيكملها لك. هذه هي النقطة الأساسية.
اما انك تجي تقول لا ومدري ايش، انا ابغى الحاجه الفلانيه زي ما قلت انت تجيني كامله عشان ابدا. ما في احد بدا هو كامل. طحاطيح العالم او الحيتان اللي في العالم او اغنياء العالم بداوا يا رجال من الصفر. أيوه. نعم. فشوف عندك الراجحي مثال يعرفونه الكل، بدأ من بسطة، يقول لك بسطة وما شاء الله الآن شوف ثرواته بالمليارات. نعم. تبدأ بشيء بسيط ثم تكبر تكبر تكبر. أما أنك تبحث حتقعد مكانك، ما راح تكبر، راح تظل صغير. تبحث عن الفرصة المثالية. بالضبط، تبحث عن الفرصة المثالية، راح تقعد في الفرصة هذا اللي أنت تدور عليها في نفس المنطقة. انا وصلت الى يعني خليني، هو في الاخير كلام يؤخذ ويرد، ولكن يعني انا وصلت الى شبه يقين. يعني انا طبعا ما اقتنع بفكره يعني الكمال. يعني ما اعتقد ان في انسان اتته فرصه كامله 100%. مستحيل. يعني هذا الشخص انا لو اجي ادخل في مخه واتناقش معه، هذا الانسان الذي يبحث عن الكمال في اي شيء عشان يتخذ الخطوه الاولى، من في الحياه جت فرصه كامله 100%. بمعنى انا الان واحده من مشاريع الحياه كشاب مثلا، خليني اقول لك مثلا دراسه، قد تجد البلد المناسب للدراسه ولكن السكن صح. يكون فيه مشكله، الاجواء غير مناسبه لك ولكن السكن كويس، التخصص، فهي تجي ناقصة. اي انت تكملها بنفسك، ولكن لن تاتيك 100%. تقول لك امسك هذه جامعه 100%، وهذا دخل عالي شهريا، وهذه وظيفه، وهذه سياره، وهذه اعطيك الحياه كامله 100%. هذا في المسلسلات. ايوه ايش فائده الجنه اذن؟ اي اذا انت تبغى كل شيء كامل مكمل، صحيح. ما في الكلام هذا غير موجود. هذا الشيء لازم يؤخذ. ولكن ايش المشكله؟ المشكله انك من هنا تسمع هذا الكلام، ومن هنا العالم تصور لك اللقطه الاخيره. انا اعيد هذا الشيء لان العالم تاخذ اللقطه الاخيره دائما من كل شيء. دائما انا اعيد واكرر، لا احد يصور لك الفشل، ولا احد يتكلم عن فشله ابدا. ولا احد يتكلم لك. كل واحد يصور لك اللقطه الاخيره من الحاجه المأنتكه. طيب تعال ارجع شويه كذا، خليك يعني انت زوم اوت على قولة واحد من حبايبنا، اطلع شويه كذا، بتلقى انه لا، هذا الى ان وصل الى هذه اللحظه كان في مطاحنات وفي اشياء كثيره، ولكنه ما يصور لك يقول لك والله انا في اليوم الفلاني خسرت $100,000، خسرت 100,000 ومدري ايش الى ان وصلت. واذا ذكرها يذكرها على سبيل مدح النفس. اي فمن هذا المنطلق، لكن انت هذاك اللحظه ما هذه، فهو يصور لك افتتاح شركه، مدري ايش القابضه، مدري ايش، عرفتها، فماشيين زي كذا 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 كذا. فهذه المشكله ان العالم تندرج دائما تحت اللقطات الاخيره، خليني اسميها. ايوه. ولا توجد اي لقطه اخيره كامله، خذها مني، اي لقطه كامله شفتها في الاخير كان وراءها متاعب كثير، ولكن ما في انسان يخرج لك هذه المتاعب. فلذلك لا تعتقد بان اللقطه الاخيره هذه اتتها كامله مكمله. هذا الشيء لا يوجد في الدنيا، هذه في الاخره. تجلس هناك ما لا عين رأت وتطلب في مخيلتك ينزل لك كل شيء. هذه في الجنه. في الدنيا لا يوجد هذا الكلام، لا يوجد فرصه كامله تبحث ابدا عنها. ولكن دام ان احنا نزلنا في عبد الرحمن في ايش اسمه، يعني انت صبينا في موضوع يعني خلينا شويه كذا ناخذ، نمسك العصا من النص على قولتهم. متى يتحول التفكير والتخطيط الى عذر للتاجيل؟ جميل. باختصار طبعا لضيق الوقت بقى. جميل. خلينا اولا يعني عجبتني فكره يعني المقارنه، ويقال لا تقارن بداياتك بنهايات الاخرين، قارن البدايه بالبدايه، او حتى لا تقارن ايضا، لان الظروف تختلف، الزمان يختلف، الاشخاص تختلف، كل شيء يختلف، فبالتالي المقارنه دائما المقارنه ظالمه سواء سلبا او ايجابا. سؤالك مهم يا ابو صقر، ودعني هنا يعني انبه الاخوه المشاهدين الى الفرق. الناس تخلط يا عمار ويا انس ما بين التفكير الصحي والتفكير الغير صحي. ما هو التفكير الصحي؟ التفكير الصحي اللي زي ما ذكرنا اللي يكون له يعني اللي محدد بزمان ومكان. بمعنى التخطيط الصحي يكون واضح،
التخطيط الغير صحي يكون غير واضح، يكون مبهم. يقول لك يا اخي انا والله احتاج ادرس الموضوع اكثر، هذا تفكير ايش؟ غير صحي. لكن التفكير الصحي مثلا احتاج اعرف كم سعر هذه البضاعه في السوق، تفكير صحي. صحيح. احتاج ادرس السوق بشكل عام، تفكير غير صحي، وهكذا. انت لابد ان تفرق، يعني لابد ان يكون عندك استراتيجيه وايديولوجيه واضحه حتى تنطلق منها ل يعني التخطيط لاي شيء تريده في حياتك. النقطه الثانيه انك انت تعذر ب انك انت تحتاج وقت اضافي لكل شيء. لو جينا نحط في الميزان ما هو الاغلى، الوقت ام المال؟ الوقت لا شك. يقول لك يا اخي والله لو جبت لك الان يا ابو صقر $1,000,000 وقلت لك باخذ من حياتك يوم، يعني انت لو لما تشوف يا اخي تقول يا اخي يوم وش حتفرق معي، لكن $1,000,000 حتفرق معي كثير. لا، $1,000,000 لو جينا نحطها في السوق، $1,000,000 يعني لو راحت تقدر تجيب بدالها، لكن اليوم هذا لو اخذته منك هل تقدر ترجع؟ ما تقدر ترجع. فبالتالي المال يعوض والوقت لا يعوض. فبالتالي الوقت اهم بكثير من كل شيء في هذه الحياه. فبالتالي لابد انك تعطي قيمه للوقت. لما انت تقول انا احتاج وقت اضافي، يعني انت قاعد تاخذ شيء ثمين، فلا بد انه يكون يستحق يعني الهدف اللي انت بتوصل، لابد انه يستحق هذا الوقت اللي انت راح تقطعه له. اخيرا خليني اقول لك يعني ان تاتيك الاجابات قبل ان تبدا، هذا شيء من الاستحاله، لان الصوره الكامله لا تتضح الا بعد ان تخطو الخطوه الاولى. مستحيل، ما في اي شيء في هذه الحياه يتضح لك دون ان تاخذ الخطوه الاولى وتجرب انت بنفسك. يعني مهما خططت، مهما سويت، مهما كان عندك، يعني الان الذكاء الاصطناعي ممكن انت تقول له يا اخي ابني لي شركه قابضه فيها 2000 موظف، بيعطيك خطه. انا اكاد اجزم ان ما لا يوجد شخص قبل 10 سنوات يقدر انه يكتب لك هذه الخطه في يمكن 5 ولا 6 اشهر. انا شات جي بي تي يكتب لك اياها في 5 ثواني ولا 6 ثواني ولا 10 ثواني. وبالتالي التخطيط بحد ذاته هو يعتبر حل، ولكن اذا اخذ يعني اكثر من وقت يعتبر مشكله. فبالتالي الخطوه الاولى هي مهمه حتى تتضح لك الصوره الكامله، والله تعالى اعلم. طيب عمار، اختم معك في اقل من دقيقه. سؤال اخير، ما هي اول خطوه بسيطه يمكن ان تكسر حاجز الخوف وتدفعنا للبدايه واتخاذ الخطوه الاولى؟ والله تكسر حاجز الخوف أولا توكل على الله. اللي يتوكل على الله دائما ما يطيح ولا يخاف ولا يدور سند بعد الله. دائما التوكل على الله هو بداية سليمة لكل شيء. ثانيا اعرف كل إنسان عنده قدرات، كل إنسان عنده مخاوف ومشاكل، فتغلب على مشاكلك ومخاوفك ثم انطلق. زي ما قلت أنت، عادي لو أبدأ أحل مشكلتي وأبدأ في مشروعي وأبدأ في انطلاقي لهذه الخطوات. فدائما حل مشاكلك وادخل، أو ابدأ ناقص عادي ما فيها مشكلة، جدا بسيطة. ثالثا آراء أو كلام الناس لا ينتهي ولن يتوقف ولا يتوقف حتى بعد موتك. أنت لو مت برضو بيتكلمون عليك. فدائما كلام الناس ضعه جانبا وانطلق في حياتك وخذ معاركك. فزي ما أقول صاحبنا، هذه الحياة فردية فسقها بنفسك وتوكل على الله، وإن شاء الله ربنا بيكون معين لنا وخير نصير بإذن الواحد الأحد. طيب، جزاكم الله خير على هذا الطرح الطيب عبد الرحمن وعمار، والشكر طبعا موصول لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وحسن المشاهدة. في الأخير الخوف من البداية شعور طبيعي، ولكن التوقف بسببه هو الخسارة الكبيرة. وتذكر دائما قول الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فالبداية تحتاج منك عزيمة ثم توكل، لا انتظارا للكمال أو الخوف من الناس. ابدأ بخطوة وسيبها على الله. مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم
في تمام الساعة 4. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.